احنا اتخلقنا ليه؟ في زحمة اليوم من شغل لتارجت عايز احققه ومواصلات في الشارع وجري ورا حاجات بحوش عشان اشتريها عشان الحياة تكون افضل ومثالية اكتر. كنت تقريبا قربت انسى هو احنا اتخلقنا ليه. من سفري وزياراتي بين المباني الاثرية والقديمة اكتشفت ان الناس زمان كانوا عايشين ومحور حياتهم السؤال ده قبل ما كانت الحياة تبقى سريعة جدا زي النهاردة، ومش ملاحقين حتى نركز في حاجة واحدة او ترند واحد. حياتنا كلها بقت في الاكل والشرب والسفر والفلوس، لكن زمان عملوا مكتبات ومدارس اتبنت بأفضل شكل وأحدث التقنيات وأماكن للعبادة وتوقير للآخرة، سواء كانت الأهرامات أو الكنائس أو الجوامع أو حتى المعابد. كل حاجة اتصرف عليها كتير عشان تعمر في الأرض، وعشان كل واحد كان عارف إن أيامه في الدنيا كده كده هتنتهي، فبيسيب أثر حلو في الحياة، وعشان لما يتسأل في العالم الآخر يبقى عارف الإجابة: كنت بعبد الله وبعمر الكون وبنشر السلام. عشان كده دايما بفكر نفسي بالسؤال ده وبإجابته، وما تهش وسط زحمة الحياة والشغل وانسى أنا جيت الدنيا ليه. فدايما بحاول أعمل الحاجة اللي بحبها واتقن شغلي فيها، واللي من خلالها بسيب أثر طيب لأي حد وفي أي مكان. وبحاول أفتكر دايما إني هتسأل عن السؤال ده، وإن وقته ممكن يجي في أي لحظة.